ازيكم عاملين ايه؟ معلش بقى انا مش عارفه اظبط وقتي، فمش عايزين نقول وقت معين اطلع بيه الفيديو. يعني حاولوا كده تتشاركوا كده اطلع بالفيديو امتى كل يوم. النهارده هنتكلم عن تيبس صغيره وجميله كلنا بنخاف منها. بنقول ان احنا لو عملنا رياضه واحنا صايمين احنا هنتعب وهنتوه. طب يا جماعه الموضوع ده فيه 3 غلطات. اول غلطه نفسي. احنا مصممين يا جماعه، احنا اللي مخترعين فطار غدا عشاء. احنا اللي مخترعين الكلام ده. يعني مش عارفه ليه، يعني ليه الانسان لازم يفطر ويتغدى ويتعشى؟ ليه مش المفروض احنا ناكل وجبتين بس في اليوم؟ يعني هو مين اللي قال لازم ناكل 3 وجبات في اليوم؟ ولا مكتوبه في القران ولا مكتوبه في عادات وتقاليد، احنا مالفينها. فالموضوع نفسي، في جزء كبير جدا نفسي ان احنا مختارين تماما. احنا لازم نقوم من النوم الصبح ونفطر. احنا لو ما فطرناش هنبقى مش مبسوطين. احنا لو ما كلناش هنبقى تعبانين. لو ما شربتش سيجاره لا مش هبقى مظبوط. لو ما شربتش فنجان القهوه بتاعي مش هبقى مركز. انا نايمه وعايزه اصحى يبقى اشرب فنجان قهوه. كل دي يا جماعه اعتقادات، دي حاجات منتلي بتاثر عليا. فده نمبر 1. المغالطه الاولى في ان انا ليه ما العبش رياضه وانا صايمه. تاني مغالطه فكره ان انا هدوخ. ليه؟ في فاكت بقى بتحصل ان احنا عندنا مايسترو الجسم المخ بياكل ايه؟ بياكل سكر، بغض النظر اسمه ايه، ما اسموش سكر واسمه حاجه تانية، بس هو كايند اوف شوجر. اكل المخ ده الانسان اول ما بيبتدي يشتغل اسهل حاجه الانسان يعملها ان هو ياتاك على اكل المخ، يسحب سكر من المخ عشان يبعت سكر لشويه العضلات اللي بتشتغل ونبتدي نحرق ده عشان تدينا انرجي ونقدر نشتغل. المخ بيستوب ده بعد 1 مينت. 1 مينت اكزاكتلي. المخ ما حدش بيسمح ان هو يجي على اكل المخ اكتر من 1 مينت. دن بيبتدي الانسان يبص على اول حاجه ممكن يوصل لها، دهون الدم. اسهل حاجه بعد شجر المخ الجسم يبتدي يدور عليها عشان ياخد منها انرجي، دهون الدم. This is why ان الرياضه في الصيام مفيده جدا جدا للناس اللي عندهم كوليسترول. طب اشمعنى بقى الوقت؟ ثالث بقى حاجه نقولها، اشمعنى بقى الوقت اللي هو قبل الفطار على طول؟ الجسم اول ما بيكمل 10 ساعات صيام او 12 ساعه صيام، طبعا كل واحد فينا له ميزان ومش كلنا زي بعض، بتفتح حاجه عندنا اسمها مخازن الطاقه. جسمنا بيطلع فيتامينز وبيطلع مينرالز وبيطلع بروتين، بيطلع كل حاجه عشان يقوي جسمنا نشتغل. وانس ان احنا نبتدي نعمل اي انتنسيف ايفورت في الوقت ده، يبتدي جسمي يهلب مي، يعني جسمي بيساعدني عشان انا اقدر اقاوم ده ويبقى عندي طاقه ان انا اشتغل بيها. فافضل رياضه على الاطلاق رياضه واحنا صايمين. فمهم جدا احنا نشتغل كلاسات واحنا صايمين، ومهم جدا نلعب رياضه واحنا صايمين عشان نحرق كوليسترول الدم وعشان نجين مور هيلث. وما يصحش كده، ما ينفعش نفكر في كده. سلام.